السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا مش محتاجة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه وإيه اللي هيحصل فيها. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا تحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا أي حلقة جديدة أنا بنزلها من رواية عذاب أنثى أو غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في أحداث حلقتنا أو في أحداث روايتنا. يلا بينا. كانت قاعدة في الأرض وقدامها الترابيزة عشان لما هو يجيب أدوات الرسم يرسمه وكده، وهي بتبص بشغف يا ترى الدنيا دي مستنيها ايه وايه اللي هيحصل تاني معاها. افتكرت ان حازم مش موجود في البيت. ياه، قد ايه لما حازم مش بيكون موجود في البيت هي بتحس براحة كبيرة جدا، لانه ما بيبقاش فيه الطلبات المقرفة اللي هو بيطلبها على طول منها. قطع شغفها اكتر صوت هي حبيته، صوت طفولي البريء، جبل اللي سميته جبل عشان خاطر يكون قوي والظروف ما تهزوش زي الجبل، حتى لو كانت الظروف دي صعبة قوي، لكن يقف ويحارب على الساحة لان الدنيا ساحة، ويستنى اخصامه كمان ويحارب. بس الموضوع ممكن يكون صعب شوية لما تكون طفلة وتتحول لأنثى وتحارب من وهي طفلة. حاولت ترسم الابتسامة على وشها كالعادة علشان الطفل الجميل ما يحسش بحاجة. وفي القاهرة عند قصر كبير جدا نلاقي راجل في منتصف التلاتينات بيصحى على صوت المنبه، بيبص في المنبه بيلاقي ان الساعة 6 الصبح. بيقوم هو بكل نشاط بيخش ياخد شاور ويلبس هدومه، واخيرا عمل اكتر حاجة هو بيحب ان هو يعملها قبل ما يروح الشغل، او بيحب معنى اصح بيحب ان هو يبدأ بيها يوم. بيطلع صورة من الدرج وبيبص فيها، بتكون صورة امرأة في منتصف التلاتينات او بمعنى اصح في منتصف العشرينيات. بيبص هو على الصورة دي، امرأة بتكون جميلة جدا وبتتميز بأنوثتها الغير طبيعية. بيبص في وشها الجميل برغم جمالها ده كله، بس كانت روحها أجمل من كده بكتير. بعد ما خلص حط الصورة مكانها، وبعد كده مشي وطلع من القصر. بالظبط هو اشتغل وتعب عشان يوصل للي هو فيه ده، وركب عربيته وهو بيفكر في القضية اللي هو ماسكها. وقف قدام شركة كبيرة جدا وظهر على وشه ابتسامة خفيفة برغم الهموم اللي على وشه، ونزل من العربية ووقف قدام السكرتيرة وقال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنسة ريم هنا؟ السكرتيرة بصت لجاسر بإعجاب، وعلى شكله وعضلاته كان جميل جدا ووسيم وجذاب. كانت لسه هتتكلم بدلع بس خرجت ريم بطلتها الجميلة. كانت امرأة في منتصف التلاتينات من عمرها، والواضح عليها ان هي سيدة راقية جدا لانها محامية وسيدة اعمال. سلمت على جاسر وهو سلم عليها، وبحركة جذابة منه بس ايديها بخفة وقال لها سانيوريتا. هي السكرتيرة بصت له بإعجاب أكتر، ظهر على وشها ابتسامة نسائية جميلة وخفيفة، ودخلوا المكتب. جاسر هي قعدت وجاسر قعد قدامها. جاسر قال لها عملت ايه في القضية بتاعت آسيا؟ ريم خدت نفس عميق وقالت للأسف القضية صعبة قوي، احنا مش لاقيين جثتها عشان نعرف هي ميتة ولا حد هو اللي قتلها. جاسر قام بعصبية وهو بيقول لها آسيا عايشة، افهموا بقى، والله آسيا عايشة، أنا على طول بشوفها في أحلامي، بشوفها في كل حتة وبشوفها في كل مكان بروح حتى لما بسافر. آسيا مستحيل تكون ماتت. انتوا بس اللي مش واخدين بالكم من شغلكم. ايوه انتوا مش واخدين بالكم من شغلكم. سابها ومشي بعصبية شديدة جدا وهو منهار وعلى اخره. هي كانت روحه فهو عايش من غير روح. اما عنها هي فخدت نفس عميق. هي محامية مشهورة جدا وسيدة اعمال مشهورة جدا برضه. جاسر قابلها من 5 سنين وحكي لها على قصة آسيا بالكامل وقصته مع آسيا بالظبط. هي شفقت على آسيا جامد جدا، ازاي أنثى تتحمل كل ده ومن وهي طفلة وهي بتتحمل قد ايه هتفضل تتحمل. ريم شخصية قوية، امرأة ناجحة بتعرف كويس جدا ازاي تثبت كيانها في المجتمع.
وهو من ساعة ما قال لها على حكاية آسيا وهي بتحاول تعمل كل اللي في قدرها، لأن آسيا صعبت عليها جامد جدا. بالأخص نارين مش بتحب العنصرية ضد المرأة، وواقفة مع حقوق المرأة بالكامل، وبتكره العنصرية ضد المرأة، وبالأخص العنف ضد المرأة. إما عن جاسر فكان ماشي بعربيته بيفكر في آسيا قد إيه وحشاه قوي، نفسه لو يشوفها قدامه وياخدها في حضنه جامد جدا. ممكن عظمها يتكسر في الأثناء دي من شوق وحضن. حرفيا كمية شوق اللي في قلبه ليها غير معقولة بالمرة. كان بيحاول طول ما هو ماشي ان هو يطردها من تفكيره ويفكر في المهمة اللي عليه، لكن محاولاته كلها كانت فاشلة. بينزل من العربية وبيقف قدام غابة جميلة جدا، بيبص على المناظر الخلابة الجميلة الطبيعية، وهو بيقرر ان هو يخضع لقلبه ويفكر في آسيا. كل مرة بيخضع لقلبه ويفكر فيها من شدة شوقه ليها وعشقه ليها وخضوعه ليها. إما عن آسيا وجبل فبيكونوا قاعدين بيرسموا، لكن جبل بيقول لها: ماما، أنا زهقت. ايه رأيك بقى؟ أنا جاتلي فكرة حلوة قوي. ايه رأيك بقى إننا نقف في البلكونة شوية؟ هو بيبتسم بحماس على الفكرة الجميلة دي، وفعلا بيمسكوا ايد بعض وبيقفوا في البلكونة. وعشان هو يقدر يشوف أحسن، هي آسيا بتمسكه عشان يقدر ان هو يشوف احسن. وبيكونوا مبسوطين جدا هما شايفين المناظر الخلابة الجميلة، وكل ما بيشوفوها ويركزوا فيها اكتر يقولوا سبحان الله، وآسيا تقول وهو يردد وراها: قد ايه المناظر دي جميلة جدا، كل ده ربنا خلقه، سبحان الله بجد. لكن قطع لحظتهم دي لما آسيا لقت ان الظلام بيظهر حواليهم. اما عن جسر فبيسمع صوت شوشرة. جاسر بيتوجه ناحية عربيته وبيمسك السلاح ويطلع من العربية ويبدأ ان هو يقرب من الغابة، او بمعنى اصح يقرب من خطوات اللي بيمشي، يقرب يعني على الخطوات اللي بتمشي. قرب من السود وشاف شخص وشاف شخص. كان اول ما الشخص ده شافه طلع ان هو يجري. جاسر بسرعة جري على عربيته لما لقى ان الشخص ده ركب عربية وطلع يجري، وهو كمان ركب عربيته وبدأ ان هو يجري وراهم. الحراس كانوا بيدوروا على آسيا وجبل في كل مكان، ولما لقوهوش بصوا للعربية ولقوها بيجروا. حاولوا ان هم يلحقوها لكن معرفوش. كلموا حازم، واول ما حكوله على اللي حصل حازم قال بعصبية: نعم، انتوا هبل، انتوا ازاي مش قادرين تتحكموا في شغلكم؟ الحراس بيكونوا خايفانين جامد جدا منه، وبيبعتوله اللوكيشن بتاع العربية، وفعلا بيوصل وبيركب عربيته وبيروح وراه. وبيكون حازم متعصب جامد جدا ان هما مش واخدين بالهم من شغلهم، وبيكون واعد نفسه ان هو اول ما اسيا تكون ما بين ايديه هيقتلهم كلهم. بس اول ما اسيا تكون بين ايديه عشان يعذبها براحته ويطلع فيها كل القديم والجديد، لان كل اللي عمله ده هو لسه ما عملش حاجة. لسه في كتير قوي، لسه شهواته ما خلصتش، لازم يعوض السنين اللي ضاعت منه. بالظبط، بقاله هو 5 سنين كل ده ما ضيعش السنين اللي ضاعت منه، اذا ما كانش هو اصلا مشتريها من وهي يا عيني عندها 15 سنة لحد دلوقتي، وهي بتدوق من السم والقرف بتاعه، بتدوق من كل حاجة، بتدوق من شهواته المقرفة. وفي وسط كل ده خلفت طفل جه الحياة ظلم. وبدل ما اشياء بقت يا عيني شايلة همها، بقت شايلة همها وهم طفل بريء صغنون، بتحاول ان هي ما تخليش ان هو يشوف اي مناظر بشعة عشان يطلع طفل سوي نفسيا، ما يبقاش طفولته متدمرة ضعيف الشخصية او يكون مريض زي باباه، بعد الشر. تفتكروا بقى انتوا ان اسيا وجاسر وحازم هيتقابلوا؟ طب لو اتقابلوا ايه اللي هيحصل؟ استنوني في الحلقة الجديدة، وما تنسوا تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وعايز أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدوسوا على زر الاشتراك وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك على الفيديوهات بتاعتي. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.